بعد سنين طويلة من القطيع والعقوبات، الرئيس أحمد الشرع وصل على واشنطن. خطوة كتير ناس سموها بالتاريخية، بس ليش هلأ وليش ما كان في زيارات سابقة؟ بالفيديو رح نرجع شوي بالتاريخ، نحكي كيف كانت العلاقات بين دمشق وواشنطن بالفترة السابقة، ليش انقطعت العلاقات، وشو بتعني الزيارة الجديدة، وليش في آمال كتير فيها. أول شي نبلش بزيارة الشرع. الشرع وصل لأمريكا ليحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعها رح يقابل مسؤولين غربيين ومسؤولين أمريكيين، والهدف من هالزيارة هو تخفيف العقوبات وفتح خطوط للحوار جديدة وحكي بملفات الأمن والاقتصاد. الجو العام واضح بعد سقوط الهارب، في تحول سياسي ودبلوماسي كبير باتجاه دمشق، والوضع الإقليمي الجديد عم يجبر واشنطن أن تغير سياساتها مع دمشق. التاريخ السوري والأمريكي مليان فترات فتور وشد جذب. بعد حرب 67 ودخول سوريا بالطرف المواجه بالحرب الباردة ضد أمريكا خلى هذا الشيء إنه العلاقات تتوقف. سنة 67 زار نور الدين الأتاسي نيويورك، كانت زيارته قصيرة مرتبطة بمؤتمر، ومن وقتها ما عاد في زيارات رسمية أبدا، وبالأخص زيارات رئاسية. المقبور حافظ الأسد خلال 30 سنة بالحكم ما زار أمريكا أبدا. طبعا كان هو يقول إنه ما بيشرفه إنه يزور أمريكا، بس هو كذاب، أساسا ما كانوا يعطوه فيزا لحتى يزورها. لقاءه الأبرز برئيس أمريكي كان مع بيل كلينتون سنة 2000، وكانت وقتها بمؤتمر بجنيف، وهذا اللقاء كان على أساس رح تنبنى آمال جديدة عليه، بس فشلت كل المساعي. بشار الهارب زار نيويورك بال2005، وكانت مشان يحضر جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، وكان في لقاءات جانبية مع سياسيين غربيين وسياسيين أمريكيين، بس ما أثمرت بشي. وبعد 2011 صارت القطيعة الكبرى، وأكيد ما فينا ننسى وزير الخارجية السابق وفاروق الشرع اللي كان واجهة دبلوماسية لسوريا بالتسعينات. كانت زيارته كثيرة لواشنطن، بس كانت كلها على مستوى التمثيل الوزاري، ما كانت على مستوى التمثيل الرئاسي، وما أثمرت لأي شيء. يعني فعليا زيارة أحمد الشرع اليوم لواشنطن هي أول زيارة رئاسية رسمية من تقريبا 60 سنة. الأسباب الرئيسية للانقطاع الطويل: أولا أسباب تحالفات دولية، لأن النظام السوري بهذاك الوقت اختار الجبهات اللي ضد واشنطن. السبب الثاني تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب. بعدين بأحداث 2011 بعد ما بلش بشار يقتل شعبه وصارت الانقطاع الكبيرة وفرضوا عقوبات كبيرة على النظام، وانسحب السفير من دمشق وتسكرت السفارة. وبال2019 مع صدور قانون قيصر تسكر أي أمل تاني بوجود علاقات مباشرة مع النظام الأمريكي. طيب ليش هلأ؟ الجواب ببساطة إنه اللعبة تغيرت، النظام القديم سقط وفي قيادة جديدة موجودة بالوقت الحالي، وأمريكا عندها مصالح بالمنطقة وعم تدور على أوراق ضغط جديدة. من أول 2025 شفنا وفود كتيرة زارت واشنطن، ووفود من واشنطن زارت سوريا، وكل هذا كان تحضير للزيارة الكبيرة اللي هي زيارة أحمد الشرع لواشنطن. شو أهم النقاط اللي رح تتناقش اليوم؟ أكيد الموضوع مو بس زيارة، في كتير ملفات عالقة بدها تنحكى فيها، مثل رفع تدريجي للعقوبات، فتح قنوات اقتصادية جديدة، ملف اللاجئين والحدود، وضمانات أمنية مرتبطة بالعراق ولبنان وإسرائيل. بس أكيد واشنطن رح تطلب تنازلات كبيرة، أهمها إصلاحات سياسية كبيرة جوا سوريا، خطوات ملموسة بموضوع حقوق الإنسان، ولجان تحقيق لمعرفة مصير المعتقلين السابقين، والانتهاكات الجديدة اللي صارت. وبدهم يحطوا حدود بعلاقة سوريا مع حزب الله وإيران. يعني الطريق كله مو مفروش ورد، في مكاسب محتملة وفي أسمان سياسية كبيرة. بالنهاية بنقول إنه زيارة أحمد الشرع لواشنطن كتير مهمة، وهي خطوة مفصلية بتقدر تفتح لنا باب كبير لخير يجي على سوريا. فبرأيكم هل هي بداية انفتاح حقيقي جديدة، ولا هي مجرد مناورات تكتيكية؟ سلام.